ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم فيديو جديد وروتين جديد، والنهارده هنبتدي مع بعض تنظيفات رمضان. كل سنه وانتم طيبين. لو اول مره بتشوفوا قناتي وعجبتك قناتي اشتركي فيها وفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. ولو عجبك الفيديو ده ما تنسيش تضغطي له لايك. اول حاجه هنحضر طبق شعريه باللبن. بتحمروا الشعريه في معلقه سمنه بلدي وتضيفوا عليها اللبن والسكر والفانيليا وبتقدموها بقى، تحطوا على وشها مكسرات قشطه زي ما تحبوا. بيبقى طعمها خطير جدا وبتدي بقى بوست باور تخليكي تقومي تنكتي الشقه كلها. زي ما شفتوا كده، العيون بتاعه البوتاجاز مليانه دهون. شايفين المنظر طبعا عامل ازاي؟ بقالها اكتر من سنه من رمضان اللي فات وانا ما عملتش العيون. شايفين بقى كميه الدهون ديت هتطلع معانا بمنتهى السهوله. تعالوا نشوف هنطلعها مع بعض ازاي. فكيت كل العيون كده بتاعه البوتاجاز وضفت عليها ملح ليمون. الكيس دوت كان ب5 جنيه من عند اي عطار. وضفت حوالي كده ربع كوبايه من الخل، وبرده حوالي نص كوبايه من الصابون. توصي كده بكميه الصابون ما تبخليش. وكمان بقى جبت ميه سخنه جدا من الكاتل. حاولي ان الميه تغلي لاكتر درجه ممكنه. هيفرق معانا جدا في نظافة العيون. هتلاقي الدهون كده بتسيح قدامكم. وضفت برضو باكو كده من البيكنج باودر. طبعا شفتوا بقى الفوران اللي حصل. همسك الحاجات دي كده واقلبها بمعلقة خشب. طبعا درجة حرارة المية سخنة جدا، مفيش حد هيقدر ان هو يلمسها. سيبيها بقى كده قد ايه؟ 5 دقايق 10 دقايق على حسب ما المية تهدى بس كده شوية. كمان ندي فرصة للمواد اللي احنا ضفناها ديت ان هي تتفاعل مع بعضها. فانا هسيبها كده حوالي 5 دقايق او 10 دقايق. عايزة بس درجة حرارة المية تهدى شوية اقدر ان انا امسك العيون وادعكها. تعالوا بقى نروح للبوتاجاز. شايفين برضو شكل البوتاجاز؟ طبعا البوتاجاز نفسه نظيف، لكن مكان بقى ما شلت العيون هو اللي عليه دهون. فهستخدم الباور اللي هو بتاع مايوي دوت. انسب حاجه للاستانلس بتاع البوتاجاز بجد، بيخليه بيلمع وبينضفه وبيشيل الدهون بسهوله جدا. ما ينفعش خالص تستخدموا سيترس للجزء دوت من البوتاجاز، هيتحرق معاكم والاستانلس هيبوظ. طيب لو مش موجود الباور ممكن تستخدمي اللهلوبه. ممكن شويه ميه سخنين وشويه صابون مواعين وتدعكي بسلكه خشنه. يعني ما تعطليش نفسك وما تشتريش حاجه مخصوص، خصوصا في الغلا اللي احنا فيه دوت. المواد اللي عندك اشتغلي بيها. ممكن برضو ترشي شويه كده من البيكنج باودر مع صابون مواعين وشويه ميه سخنين وتبتدي تدعكي. هتلاقي البوتاجاز برضو نضف معاكي. اهم حاجه ان انتي ما تعطليش نفسك. بس بجد المنتج اللي هو بتاع مايوي دوت بيبقى ممتاز في تنظيف الاستانلس. زي ما انتم شايفين انا بدعك كده بالسلكه الخشنه، الدهون بتطلع معايا بمنتهى السهوله. انتي برضو البوتاجاز من الحاجات اللي ما ينفعش خالص تهمليها، لازم ايدك فيه تبقى اول باول. يعني مثلا العيون والحوامل ما برجحش ان احنا كل شويه نعمل العيون والحوامل، هي مره مرتين في السنه. لكن البوتاجاز نفسه وازاز البوتاجاز لازم اول باول تنضفيهم وما تديش فرصه للدهون ان هي تتراكم عليهم. ابتديت بقى ان انا امسح البوتاجاز. شايفين بقى شكل البوتاجاز نضف بقى ازاي معانا؟ تحسوا ان هو رجع جديد من تاني. بحب بعد ما بشطف كده البوتاجاز مره واتنين وتلاته، بشطفه طبعا كويس. بحب ان انا المعه بالملمع اللي هو بتاع الازاز، بيدي البوتاجاز كده والستانلس بتاع البوتاجاز لمعه حلوه جدا. هتشوفوا دلوقتي معايا. الازاز طبعا احنا كنا منضفينه مع بعض وكنا شايلين الستيكر ومركبين ستيكر تاني جديد، فهو مش محتاج ان هو يتغير. زي ما قلت لكم في الروتينات اللي فاتت، الروتينات ديت هتسهل علينا جدا. الروتينات الموسمية، تنظيفات رمضان، تنظيفات العيد، تنظيفات الصيف. فانتي طول ما ايدك في الحاجة بتيجي مثلا وقت التنظيفة مثلا العميقة تلاقي حاجات بسيطة بس اللي عايزة تتعمل. يعني انا بالنسبة لي البوتاجاز كان عايز يتنضف الحوامل والعيون بس. الفرن والازاز والاستانلس بتاع البوتاجاز نفسه كانوا نضاف. نيجي بقى للحوامل بتاعه البوتاجاز. خدتها طبعا في الحمام. ما ينفعش خالص تعمليها على الرخامه بتاعه المطبخ او حوض المطبخ، لان هنستخدم معاها سترس. ابتديت ارص عليها سترس بالشكل دوت، وهسيبها برضو حوالي 5 أو 10 دقايق. ولازم تدعكي بفرشه خشنه. هتلاقي الدهون، بصوا اصلا من قبل ما ادعك الدهون نازله سايحه هي. فبالفرشه كده او بالسلكه الخشنه تبتدوا تدعكوا الحوامل. اي دهون موجوده عليها بتتشال وبترجع جديده، مش كانها جديده، لا بترجع جديده. اهم حاجه ما ترشهاش وهي محطوطه على البوتاجاز او على الحوض او على رخامه الحوض، لان السترس بجد بيبهدل الرخام وبيبهدل الاستانلس، بيحرقه، بيعمل فيه بقع كده بتخلي منظره وحش جدا.
المهم بقى كده دعكت اول واحدة ودعكت تاني واحدة، وهمسكهم واشطفهم كويس جدا، وبكده الحوامل تكون نطفت معانا، ما خدتش وقت خالص، وكانت عليها برضو دهون كتيرة. انتوا شايفين منظر الدهون طبعا سايح اهوت. هسيبها بقى كده تصفي، وتعالوا بقى نروح للعيون ندعكها. بصوا بقى العيون بتاعت البوتاجاز بقالها سنة ما اتدعكتش. طبعا هي العين الوسطانية ديت نضيفة شوية، فيها بقعة بس كده من الجنب، الدهون اصلا سايحة. بصوا بدعك كده الدهون بتطلع بمنتهى السهولة. المفروض بقى بعد ما ندعك العيون كده كويس ونسيبها تنشف كويس، نجيب الورق الحراري ونغلفها. بجد بيحافظ على العيون، ودوت اللي انا هعمله، بس مش في الفيديو دوت، نشوفه مع بعض ان شاء الله في الفيديو الجاي. بس بقول لكم يعني المعلومة ديت، ان انت لما تمسكي العيون وتدعكيها كويس، امسكيها غلفيها بالورق الحراري، هيحافظ لك عليها، ومش هتحتاجي ان انت تدعكيها اصلا كده كل شويه. من وقت للتاني هتفكي الورق من عليها وتغيريه، وخلاص على كده. شايفين بقى طبعا انا لبست هنا الجوانتي عشان كان فيه كميه دهون وكميه بقى هباب كده اسود طالع من العيون. كانت هتبهدل ايديا، وكان هيبقى صعب ان هي تطلع. بفضل اصلا واحنا بنشتغل في البوتاجاز وجو بقى المنظفات والحاجات ديت، ان انا اصلا البس الجوانتي، عشان ساعات الخلطات ديت بتهري كده الجلد بتاع الايد او بتأذي الضوافر. فانتي احسن حاجة ان انتي تلبسي جوانتي وانتي بتستخدمي اي مواد كيميائية او اي خلطات او اي حاجة فيها دعك كده، حاجة فيها دهون. حافظي على ايدك برضو. شايفين بقى شكل الدهون بتطلع معايا بمنتهى السهولة. انتوا كنتوا واخدين بالكم شكل العيون عامل ازاي؟ كان لونها بصوا اسود كده، هباب خالص يعني. العيون بصوا نطفت ورجعت جديدة، والعيون اللي لونها نحاسي رجعت تاني للون النحاسي بتاعها، واللي لونها فضي رجعت تاني للون الفضي. بجد الخلطة ديت رهيبة في تنظيفة العيون واقوى حاجة. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا بيه، وانتظروني تاني في فيديوهات تانية كتير.